أهلا بكم مع حلقة جديدة من تفكيك. في الحلقة اللي فاتت سألنا سؤال بسيط: إمتى الإنسان بيقفل من غير ما يحس؟ والنهاردة هنجاوب عليه وهنتكلم عن اللحظة اللي اتزرع فيها المفتاح واتساب. مفيش حد بيقفل الباب فجأة، القفل دايما ليه مشهد أول، مش حدث ضخم لكن لحظة صغيرة حصل فيها إن الإحساس كان أكتر من الاحتمال. تخيل طفل واقف قدام حد كبير بيحكي له عن حاجة وجعته، صوته واطي، عينه مكسورة ومستني كلمة واحدة تطمنه، فالرد كان بلاش دلع أو مش ناقصة وجع دماغ. الطفل سكت مش عشان اقتنع لكن عشان اتكسر. اللحظة دي ما كانتش درس، كانت تسجيل بيقول إحساسك مش مرحب بيه. في اللحظة دي اللاوعي اشتغل مش عشان يفهم لكن عشان يحمي، وعمل معادلة بسيطة: الكلام يعني خيبة، والإحساس يعني رفض، والقفل يعني أمان. ومن هنا الأوضة اتقفلت وكبر الطفل وبقى شخص قوي هادي مش محتاج حد. بس الحقيقة كل مرة حد يقرب، كل مرة حوار يبقى حميم، كل مرة إحساس يطلع، الجسم يسبق العقل ويقفل فجأة. برود أو انسحاب أو تجاهل أو ضحك في غير وقته، مش لأنك قاسي لكن لأنك اتعلمت تقفل قبل ما تتوجع. فالقفل النفسي ما بيتعملش عشان ما نحسش لكن بيتعمل عشان ما نتألمش تاني. بس السؤال الحقيقي دلوقتي مش أنت قافل ليه، السؤال الأخطر: إزاي القفل ده بيبان عليك في اختياراتك، في علاقاتك، في صورتك عن نفسك. وده اللي هنشوفه في الحلقة الجاية عن المراية، لما تشوف نفسك زي ما الدفاعات مخلياك مش زي ما تحب تصدق. وما تنساش يا صديقي شير للفيديو يمكن غيرك يستفيد. رمضانكم سعادة.